أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأكارم في كل مكان من الفضاء الإريترية. أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أقرأها لكم حنان جيلاني، وكالمعتاد نبدأها بأهم وأبرز العناوين. إنتاج زراعي جيد في عنسبة. دورة تدريبية لصيانة معدات رش المبيضات. صيانة طريق وضوح معايا. حركة الشباب الصومالية تهاجم قاعدة عسكرية في كينيا. البرلمان العراقي يصادق على إنهاء وجود القوات الأجنبية على أرضه. ومقتل 36 شخصا وإنقاذ 23 بعد انهيار مبنى في كمبوديا. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد قسم الزراعة والأراضي في إقليم عنسبة أن الإنتاج الزراعي لعام 2019 ارتفع بمستوى الضعف مقارنة بعام 2018 نتيجة غزارة الأمطار واستعدادات وجهود المزارعين ومتابعة المهنيين الزراعيين. وأوضحت ممثلة القسم السيدة كبرى قبر مسقل في الاجتماع الذي عقد في مدينة كرن يوم 3 يناير أن وفرة الإنتاج الزراعي السنة الماضية يدفع للمزيد من العمل هذه السنة. وذكر الاجتماع التقييمي الأهمية الكبيرة لمدرسة المزارعين المقامة لتبادل الخبرات والتجارب لرفع الإنتاج والإنتاجية. وأشار إلى بدء بناء 11 سدا صغيرا في مديريات كرن وعلى برعد وعتكليزان وهبرو وحقات وحمل مالو وحلحل. وحث الاجتماع للدفع بالبرنامج الزراعي الأسري ووضع حد للأدوية الزراعية غير القانونية واستغلال جيد لمناخ الإقليم الملائم لتربية الدواجن. وأكد مستشار الوزير في وزارة الزراعة سيد سمري أملسوم أهمية دور جميع المؤسسات لرفع الإنتاج الزراعي والدور الكبير للتعاون مع كلية حمل مالو الزراعية. نظمت وزارة الزراعة دورة التدريبية من 31 من ديسمبر وحتى 4 يناير ل22 من أعضائها العاملين لمكافحة الجراد في صيانة معدات رش المبيدات الحشرية. وأشرف على الدورة النظرية والتطبيقية التي نظمت في دعرة قاولوس الخبير والأستاذ السيد رامي العربي من مفوضية مكافحة الجراد الصحراوي التي مقرها القاهرة المصرية. وأوضح مسؤول مكافحة الآفات الراحلة في وزارة الزراعة السيد تيدروس يوم أن عطل معدات رش المبيدات الحشرية يعتبر تحديا كبيرا. وقد نظمت الدورة التدريبية لتمكين العاملين في الرش في صيانة المعدات المعطلة أثناء العمل. وأوضح المشاركون في الدورة بأنهم كانوا يرسلون المعدات معطوبة إلى أسمرة للصيانة، ويشكل ذلك تحديا كبيرا أثناء حملة مكافحة الجراد، وستسهم الدورة التدريبية لحل المشكلة. من جانبه أوضح السيد رامي العربي المشرف على الدورة التدريبية أن اهتمام المشاركين يعكس حبهم لعملهم وثقافة العمل لديهم. وقدمت في ختام الدورة شهادات للمشاركين، حيث خاطب مراسم الختام في المقر المركزي لوزارة الزراعة المدير العام للتنوع الزراعي بالوزارة السيد حروي أسقدوم، موضحا بأن حملات المكافحة الناجحة التي تقوم بها إريتريا مكنها من الحصول أولا على فرصة التدريب. ودعا المشاركين في الدورة تطبيق الدراسة المكتسبة لأهمية معدات رش المبيدات سواء الموجودة في السيارات أو المحمولة على الظهر لإنجاح إباتة الجراد.
يقوم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية منصورة بتنفيذ مختلف البرامج لتحسين الحياة المعيشية للمحتاجين، وفي هذا الإطار قدم المكتب دعم الماشية ل7 معاقين. وأوضح ممثل المكتب السيد إدريس محمد علي أن الدعم تضمن الماعز والأقنام بقيمة 10,000 نقفة لكل معاق. وأشار إلى تقديم الأدوات الدراسية سابقا للطلاب المحتاجين، موضحا بأن الدعم الحكومي والشعبي يحثه لتحسين حياة المحتاجين. وأشاد المعاقون بالدعم المقدم لتحسين معيشتهم، مؤكدين العمل لتحسين حياتهم استفادة من الدعم المقدم. قام السكان بصيانة طريق وضوح معايا بمديرية دق محري البالغ طوله 25 كيلومتر الذي كان يعيق الخدمات لسنوات طويلة. وأوضح السكان أن الطريق رفته السيول ويشكل صعوبات لمرور السيارات ونقل المرضى إلى المؤسسات الصحية خاصة الحوامل. قال مدير عدي معايا السيد تسفاي حقوس لوكالة إيرينا إن أعمال الصيانة جرت بمشاركة عالية للسكان. وأشاد مسؤول إدارة الضواحي في إدارة مديرية دق محري السيد ولدو كفلاي مبادرة السكان، داعيا القرى الأخرى للقيام بأنشطة النفير ملموسة. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فصل قصير ونعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم. هاجمت حركة الشباب الإسلامية الصومالية قاعدة عسكرية في كينيا يستخدمها الجيشان الأمريكي والكيني، ونشرت صورا لمسلحين ملثمين يقفون بجوار طائرات تشتعل بها النيران. وأكدت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا أفريكوم وقوع هجوم على قاعدة ماندا باي الجوية في منطقة لامو القريبة من الحدود مع الصومال. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات بين الكينيين أو الأمريكيين، لكن الجيش الكيني قال إن الهجوم تم صده وإن 4 من المهاجمين قتلوا. وقالت حركة الشباب في بيان أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم إن 7 طائرات و3 مركبات عسكرية دمرت في الهجوم. وقالت أفريكوم لرويترز إن أقل من 150 جنديا أمريكيا كانوا في القاعدة، حيث يقدمون تدريب ودعما في مكافحة الإرهاب للشركاء في شرق أفريقيا. صادق البرلمان العراقي على اقتراح إنهاء وجود القوات الأجنبية على أرضه خلال جلسة طارئة واستثنائية. وبحث البرلمان العراقي مصير القوات الأمريكية في البلاد البالغ عددها 5200 جندي بعد اغتيال رئيس فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وسط تصاعد حدة تبادل الاتهامات بين طهران وواشنطن. وأوصى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بإنهاء وجود القوات الأجنبية فورا، رغم ما سيحمله هذا القرار من تبعات على كل المستويات وتحديدا اقتصادية، إضافة إلى تأثيره على منح العلاقات ليس مع الولايات المتحدة فحسب، وإنما مع كل الدول التحالف. لكنه أكد أن مثل هذه الخطوة ستعطي فرصة لفتح صفحة جديدة وبناء علاقات صحية على أسس صداقة واحترام وسيادة. وشكك عبد المهدي بقدرة القوات الأجنبية على حماية نفسها في وجه الهجمات الداخلية بعد مقتل سليماني والتصعيد في الفترة الأخيرة، وقال إن القوات العراقية لن تكون قادرة على حمايتها. وكانت وزارة الخارجية العراقية قد استدعت السفير الأمريكي لدى العراق الأحد للتنديد بانتهاك صارخ لسيادة البلد بعد اغتيال سليماني في بغداد، وقارت على قاعدة لفيصل موال لإيران في 27 من ديسمبر.
ذكر مسؤول أن إجمالي 36 شخصا قتلوا بينما تم إنقاذ 23 آخرين من أنقاض مبنى تحت الإنشاء انهار في كمبوديا، وذلك بعد عملية بحث عن ناجين استمرت يومين. وانتهت جهود الإنقاذ حيث تم الإعلان عن الحصيلة النهائية للوفيات والناجين من قبل كون كيم، وهو النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الكوارث. وكان المبنى غير المكتمل المكون من 7 طوابق الواقع في إقليم كيب جنوب كمبوديا على بعد حوالي 160 كيلومترا جنوب مدينة بنوم بنح، قد انهار مما أسفر عن مقتل عمال ومحاصرة آخرين تحت الأنقاض. وتوجه رئيس وزراء كمبوديا هون سين إلى إقليم كيب حيث زار أيضا ناجين في المستشفى المحلي، بعضهم تردد أنهم تعرضوا لإصابات خطيرة وفي حالة حرجة. الخبر الأخير في هذه النشرة: احتفظت اليابانية كين تاناكا برقمها القياسي المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر شخص معمر في العالم باحتفالها بعيد ميلادها رقم 117 في دار للرعاية بفوكوكا في جنوب اليابان. وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة تي في كيو المحلية تاناكا وهي تحتفل بعيد ميلادها في حفل حضره العاملون في دار الرعاية وأصدقاؤها. وأخذت تاناكا التي ولدت في 2 يناير قضمة من الكعكة الكبيرة لعيد ميلادها. وذكرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أنها تؤكد في العام الماضي أن تاناكا هي أكبر معمر على وجه الأرض ببلوغها عمر 116 عاما و66 يوما في 9 مارس. وعمر تاناكا القياسي يعد رمزا على التنامي السريع لعدد السكان المعمرين في اليابان الذي يصاحبه انخفاض في معدل الإنجاب، مما يثير مخاوف بشأن تقلص القوي العاملة وآفاق النمو الاقتصادي في المستقبل. وذكرت موسوعة جينيس أن تاناكا ولدت غير مكتملة النمو في عام 1903 وتزوجت من هايديو تاناكا في عام 1922، وأنجبت المرأة وزوجها 4 أطفال وتبنوا طفلا خامسا. مشاهدينا الأكارم، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا المساء. نترككم مع باقي برامجنا، دمتم بألف خير.